بقول لك ايه يا احمد، انا خلاص يا حبيبي ما بقتش قادره اتقبل البت الفلاحه اللي انت جايبها لنا معيشها معانا في البيت دي. ابوس رجليك يا احمد، طلقها يا بابا، وانا ان شاء الله هجوزك واحده تانية خالص تكون بنت ناس كويسين كده وتشرفني قدام الناس. انما دي يا احمد انا بخاف اقعدها قدام صحابي لا تعريني. ايه ايه يا امي الكلام الماسخ اللي انت بتقوليه ده؟ يا ماما خلاص فاطمة بقت مراتي وقريب قوي هتكون ام عيالي. انتي ناسية ان فاطمة حامل ولا ايه يا ماما؟ اه هي لسه في الشهور الاولى بس كلها مش كام شهر كده وهتجيب لنا طفل في البيت. ايه بقى الكلام اللي انتي بتقوليه دوت؟ ومن هنا هتبتدي حكايتنا، حكاية جديدة خالص بقلم المبدعة الجميلة هدير محمد. عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا تعليقاتكم في التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو، مستنية آرائكم كلها الجميلة. وقبل ما نبتدي نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بتبدأ قصتنا في بيت كبير جدا من أحد بيوت القاهرة. كانت واقفة رقية مع ابنها أحمد، ورقية بتقوله زي ما شفنا في الأول: لك ايه يا احمد، انا خلاص يا حبيبي ما بقتش متقبله البت الفلاحه اللي انت معيشها معانا في البيت دي. ابوس رجليك يا احمد، طلقها يا حبيبي، وانا من بكره هجوزك واحده تانية خالص تكون بنت ناس كويسين كده وتشرفني قدام الناس. انما دي انا بخاف اقعدها قدام اصحابي لا تعريني. ايه ايه يا امي الكلام الماسخ اللي انت بتقوليه ده؟ يا ماما خلاص فاطمه بقت مراتي وعن قريب قوي هتكون ام عيالي. انت ناسيه ان فاطمه حامل ولا ايه؟ اه هي لسه في الشهور الاولى بس كلها كام شهر كده وهتجيب لها طفل في البيت. يبقى ايه بقى يا ام الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اسمعني بس يا احمد، وماله، احنا هنتكفل بالطفل وهنبعت لها كل الفلوس اللي هي عايزاها. بس يا احمد خليها ترجع تعيش تاني عند اهلها، عند الجواميس والقرف ده. انا مش طايقاها قدامي، وقلت لك قبل كده ان انا مش موافقه على الجوازه دي من الاول، وانت اللي اجبرتني على البنت دي. بقولك ايه يا ماما، من الاخر كده طلاق انا مش هطلق، ودي مراتي وانا بحبها. وكمان انا لما صدقت ان انا اسست بيت وان شاء الله قريب جدا ربنا هيرزقني بمولود، فعايزه اعيش طبيعي يا ماما ومرتاح البال كده، وبلاش الكلام ده ارجوكي. يا ابني يا ابني انت ليه محسسني ان انا عايز اخرب بيتك؟ انا يا حبيبي مش عايز اخرب بيتك ولا حاجه، بس مراتك دي واحده تعر. دي حتى يا حبيبي ما تشرفكش قدام اصحابك. يا ابني افرض اتعزمت في فرح ولا غيره هتروحي ازاي بشكلها البيئه ده؟ انا ما اسمحلكيش يا امي ان تتكلمي كده عن مراتي ولا تتكلمي بالطريقه دي. لحد هنا وكفايه قوي، وانا هعتبر نفسي ما سمعتش كل الكلام ده، عشان لو اعتبرت نفسي سمعته يا امي صدقيني هزعل منك قوي. احمد بيتضايق جدا لانه لاحظ ان مراته سمعت كل الكلام ده، والدموع نزلت من عينيها واخدت بعضها وطلعت تجري على شقتها وفضلت تعيط جامد جدا وحست ان قلبها كان مكسور. احمد طلع وراها واتكلم وقال: انا مش عايزك تزعلي من كلام امي يا فاطمه، انت عارفه يا حبيبتي ان هي بتحب المظاهر والكلام دوت. هو انت هو انت يا احمد ممكن تطلقني فعلا وترجعني عند اهلي تاني وتبعدني عنك بسبب كلام امك دوت؟ لا لا طبعا يا حبيبتي، انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه. يا فاطمه يا فاطمه ده انا اقنعت امي عشان خاطر اتجوزك، واديني اتجوزتك اهو. بقى معقوله يعني بعد ما اتجوزك ارميكي يا فاطمه؟ ايه التفكير اللي انت بتفكري بيه دوت يا حبيبتي؟ لا لا، ده مش تفكيري يا احمد، ده تفكير امك، وانا خايفه امك تأثر عليك في يوم من الايام وانت تضعف يا حبيبي، ويوم كده وتجيب لك واحده حلوه ولا حاجه وترميني وتنسى حبك ليا وتروح تتجوز وتبعدني عنك. بقى ده برضو كلام؟ ده حتى كون انا الخسران. بقى في حد يسيب الجمال والطيابه والكلام اللي زي العسل ده ويروح يبص لواحده تانية؟ وبعدين يا ستي انا لو كانت امي كلامها بيسيطر عليا كنت سمعت كلامها من زمان، بس انا بحبك انت يا فاطمه وانت عارفه كده كويس قوي. ماشي يا احمد، ربنا يخليك ليا يا رب. وهنا فاطمه كانت مبسوطه قوي وقامت وخلصت كل الشغل اللي وراها
وبعد ما خلصت نزلت على شقة حماتها كالعادة، عشان خاطر تشوفها لو محتاجة حاجة ولا حاجة. ولقت حماتها قاعدة مع 2 صحابها. لقيت واحدة منهم بتقول: يا لهوي يا رقية، بقى انتي الاتيكيت ولبسك ده وشكلك ده وكل الناس بتحلف بيكي وبرقتك وبشياكتك تجوزي لابنك لواحدة شرشوحة وفلاحة زي دي؟ ده انا حتى مش طايقة ابصلها، ولا ايه يا عبير؟ بصراحة يا رقية ذوقكم وحش قوي قوي في العروسة. ايه القرف ده؟ ده انتي مش شايفة حتى اللبس اللي هي لابساه؟ طب علميها شوية وهاتلها لبس يليق بينا. يلا بينا يا عبير، يلا بينا من هنا. انا بصراحة قرفانة قوي من مرات ابنها دي. مش كنتي خدتي يا اختي بنت مروة صاحبتك؟ على الاقل مروة شبهنا وبنوتة زي العسل واتيكيت كده، مش زي اللي انتي رايحة جايباها دي. ده ايه القرف ده؟ اعمل ايه بس في ابني هو اللي رفض بنتك يا مروة مش انا، وانتي عارفة ان انا كنت موافقة عليها وفرحانة جدا جدا بيها، بس اعمل ايه بقى؟ النصيب. الحمد لله يا رقية والله ان هو ما اتجوزش بنتي، اصل ذوقه طلع بلدي قوي وانا بنتي مش بلدي كده. يلا بينا يا عبير، خلينا نمشي من هنا. وهنا فاطمة كانت واقفة مصدومة جدا، لان هي حتى ما لحقتش تتكلم، وكمان كلامها خلاها تحس ان هي لابسه حاجه وحشه، مع انها كانت لابسه عبايه قطيفه عاديه خالص زي اي حد عادي. مش لازم يعني تقعد طول النهار في البيت بلبس الخروج والكلام ده زي حماتها ما بتقعد. وبالفعل اصحاب حماتها خرجوا من البيت، وحماتها كانت متعصبه جدا جدا. وفاطمه وقفت اتكلمت وقالت: انا انا مش قصدي حاجه والله يا حماتي، انا معرفش ان هم هنا، ولو كنت اعرف ان هم هنا ما كنتش نزلت النهائي. بس انا بنزل كل يوم كده في نفس الميعاد ده عشان اشوف حضرتك لو محتاجة حاجة ولا حاجة. وهنا رقية ضربت فاطمة بالقلم على وشها واتكلمت وقالت: انا مش عايزة منك حاجة يا بنت انتي، انا مش عايزة منك غير ان انتي تبعدي عن البيت دوت وما تورينيش وشك فيه تاني. شايفة العار اللي انتي جبتيه لعيلتنا؟ اهو اصحابي طلعوا من البيت بسبب ان هم قرفانين منك ومن شكلك. انتي مش شايفة منظرك عامل ازاي؟ ايه اللي انتي لابساه ده؟ انتي ازاي يا حماتي تمدي ايدك عليا كده؟ انتي اصلا مالكيش اي حق انك تمدي ايدك عليا كده. وبعدين اعمل ايه يعني؟ وانا مش واحدة متصنعة زيكم ليل نهار لابسة الجينز وقاعدة في البيت. لا، انا لابسة عباية عادية خالص، فيها ايه يعني؟ انت شايفة العباية مقطوعة ولا متوسخة؟ لا طبعا شايفة قرف قدامي وذوق فلاحين. ايه الورد اللي في العباية ده يا بت؟ وايه القرف ده؟ وازاي اصلا تنزلي قدام اصحابي بالمنظر ده؟ شفتيهم كنت تطلعي اجري بسرعة وغيري هدومك. وهنا رقية فضلت ماسكة ايد فاطمة وعمالة تزعق فيها وتشتم وتغلط فيها لحد ما احمد نزل على صوت امه. وهنا احمد بعد ايد امه عن فاطمة واتكلم وقال: انتي ازاي يا امي تعاملي مراتي بالطريقة دي؟ وازاي تمدي ايدك عليها كده؟ بقولك ايه يا احمد، بسبب الزبالة اللي انت رحت جبتها لي دي اصحابي قعدوا يتريقوا عليا، وكمان ما قدروش يقعدوا في البيت 3 ثواني على بعض وخرجوا من البيت اول ما شافوا مراتك. ليه يا ماما يعني؟ عايز افهم، هما شافوا عفريت يعني ولا ايه؟ ده على الاقل فاطمة احلى منهم مليون مرة واحلى من بنتهم كمان، بيضة وحلوة وشعرها ناعم وعينيها زرقاء. قولي بقى خافوا منها ليه؟ لا يا حبيبي ما خافوش، هم قرفوا منها، بس قرفوا منها ومن شكلها ومن لبسها، وما قدروش يستحملوا ريحة الجواميس اللي لازقة فيها من بلدها. لحد هنا بقى وكفاية قوي يا امي، انا تعبت منك وتعبت من تصرفاتك دي كلها وتعبت من الكذب بتاعك انت واصحابك. صحابك بيعملوا كده يا ماما عشان كانوا عاوزين يجوزوني بنت مروة مش اكتر من كده. يا ريتك كنت اتجوزتها يا حبيبي. انا عايزاك تطلع الهبابة دي النهاردة قبل بكرة، وبكرة هروح اخطب لك بنت مروة وتعيش بقى معاها عيشة كويسة، على الاقل بنت مروة تليق بينا وبمقامنا. انا بقى يا امي هقولك هعمل ايه.
انا هاخد مراتي وهبعد عن البيت ده تماما، ومش هتشوفي وشي تاني هنا في البيت دوت، عشان اريحك من شكل مراتي ومن ريحتها اللي مش عاجباكي ومن كل حاجة. انا هاخدها وهمشي عشان ارتاح واريح واعيش عيشة بقى مرتاحة. فعل احمد مسك ايد فاطمة واخدها معاه على شقته، وفاطمة ما كانتش قادرة تبطل عياط. احمد بدأ يلم الهدوم في الشنط عشان خاطر ياخد مراته ويخرج بيها من البيت. وبالفعل احمد لسه هيخرج من البيت، لا امه مسكته من ايده واتكلمت وقالت: حقك عليا يا احمد، حقك عليا يا فاطمه، انا اسفه يا عيال سامحوني، بلاش تسيبوا البيت وتمشوا، انا من غيركم مش هعرف اعيش، الله يخليكم بلاش تعملوا فيا كده، هبقى وحيده في الدنيا ديت، ازاي كده وانا معايا عيال؟ مش انت يا امي اللي قرفانه مننا ومش طايقانا وعايزه تخربي بيتي باي طريقه، فانا بقى لازم احافظ على بيتي، عشان كده قررت اني لازم امشي من البيت دوت. طب اخر مره والله، اخر مره، ولو عملت اي حاجه تاني ابقى سيب البيت وامشي. يا احمد، يا احمد بلاش تعمل فيا كده، انت عارف ان انا روحي متعلقه فيه. خلاص يا احمد يا حبيبي، طنط اعترفت بغلطها وهي مش هتعمل اي حاجه تزعلني تاني، خلينا قاعدين هنا عشان برضو حرام نسيبها لوحدها، البيت كبير ومش هينفع تعيش لوحدها فيه. شايفة يا امي، شايفة فاطمة بتتكلم عنك ازاي؟ واحدة تانية بعد كل الاهانة دي تقولي ايوه يلا بينا نمشي من البيت دوت، مش عايزة اقعد فيه لحظة واحدة، انما هي اللي بتصبرني يا امي وبتخليني اقعد تاني معاكي، لان هي مش خربت بيوت ومش عايزة تبعد الام عن ابنها. حقك عليا يا حبيبتي، ما تزعليش مني، انا طلعت فهماكي غلط يا فاطمة، وانتي كويسة وانا الوحشة، اطلعوا يلا على شقتكم فوق وحقكم عليا انتوا الاتنين. وبالفعل احمد ومراته طلعوا على الشقة، ورقية دخلت على اوضتها وكانت متعصبة جدا وعمالة تكسر كل حاجة حواليها وتكلم نفسها وتقول: بقى انا اعتذر لبنت الفلاحين دي؟ انا عملت كده بس عشان ما اخسرش ابني، بس انا لازم اخلص منها باي طريقة، البت دي لازم تموت واخلص منها، لاني مش هقدر اعيش معاها تاني في البيت، وهو هيفضل ماسك فيها ومش هيرضى يطلعها ابدا، فلازم اخلص منها بقى. وهنا رقية عشان تعمل خطتها بدأت ان هي تعامل فاطمة بطريقة كويسة جدا جدا، وكمان تطلع وتقعد معاها في شقتها، وكمان بتطلب منها ان هي تطبخ لهم، وكانت بتاكل من الاكل اللي فاطمة بتعمله، رغم ان هي في الاول كانت بترفض جدا ان هي تاكل اي حاجة من تحت ايديها. يوم رقية طلعت لأحمد وفاطمة شقتهم ودخلت على المطبخ، لقت فاطمة: ايه يا حماتي، في ايه؟ انا في المطبخ، في حاجة ولا ايه؟ بصي ما تتعبيش نفسك انت، قوليلي انت عايزة ايه وانا ادخل اعملهولك، اقعدي انت بس مع احمد واتفرجوا على التلفزيون. لا يا حبيبتي مفيش حاجة، انا كنت بس بجيب شوية مية. الله صحيح، بقولك ايه يا احمد، ما تيجي ننزل نروح نشتري شوية حاجات كده وكمان نتمشى على مراتك فاطمة تعمل لنا الغدا. ماشي يا ماما مفيش مشكلة، بس هسيبك على الباب شوية وهروح بس السوبر ماركت كده اللي جنبنا عشان اشحن رصيد. خلاص يا حبيبي يلا بينا بس ننزل، وهستناك قدام الباب على ما تروح تشحن وترجع. وهنا بالفعل نزلت هي واحمد، ورقية فضلت واقفة مستنية احمد على باب العمارة على ما يروح يشحن. وهنا اتصلت بصاحبتها مروة واتكلمت وقالت: خلاص يا مروة، خلاص يا حبيبتي، خطتنا النهاردة هتنجح وهخلص منها للأبد، يلا بقى، مش خسارة فيها الشقة اللي هتبوظ، هبقى اوضبها تاني مش فارقة، المهم ان انا اخلص منها بأي طريقة. اوعي بس يا رقية ابنك يحس بحاجة، لانه لو عرف اي حاجة هيكرهك وممكن يبعد عنك طول العمر. لا يا مروة ما تخافيش، انا قطعت خرطوم الغيز وبكده بقى هي هتموت والناس كلها هتقول ان هي كانت حادثة وقدر الله وما شاء فعل، وانا ماليش ذنب في اي حاجة. وهنا احمد كان راجع وسمع الكلام اللي امه بتقوله واتصدم جدا لدرجة ان التليفون وقع من ايده. احمد استنى بس يا احمد هفهمك. احمد طلع يجري على الشقة ومسك ايد مراته وهي كانت لسه هتولع في الغيز. ايه يا احمد، في ايه يا احمد، مالك خضتني كده ليه؟ انا هولع البوتاجاز عشان اعمل الاكل. لا يا فاطمة، لا يا حبيبتي، يلا بينا نطلع بره البيت بسرعة، امي قطعت خرطوم الغاز عشان خاطر تنفجر فيكي وتموتي. هنا
احمد قفل الغاز كويس جدا واخد فاطمة ونزل على الشارع، وكان مصدوم جدا جدا من اللي حصل، وقال انا مش مصدق نفسي ابدا يا امي، انت توصلي للدرجة دي؟ يعني انت بقيتي انسانة مجرمة عايزة تموتي مراتي وابني اللي في بطنها؟ هو انت ليه يا امي مش بتحبيني؟ ليه بتعملي فيا كده؟ صدقني يا ابني، صدقني يا ابني، انا بحبك والله بحبك، وبعمل كده عشان خاطر مصلحتك، عشان البت دي ما تستهلكش ولا تستاهل ان انت تعيش معاها. ليه يا حماتي، ليه يا حماتي بتعملي فيا كده؟ ده انا شغالالك خدامة وبحاول اعملك كل حاجة ترضيكي، وفجأة كده تموتيني انا وابني، وانا اللي اقنعت ابنك ان هو ما يسيبكيش ويمشي. بس خلاص بقى لحد هنا وكفاية قوي. يلا بينا يا فاطمة، يلا بينا نمشي من البيت ده، واستحالة نرجع هنا تاني ابدا مهما حصل. لا يا احمد، ما تسيبنيش يا احمد، انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا ابني. انت عشان خاطر امي بس انا ما بلغتش عنك البوليس ورميتك في السجن مش اكتر، انما انت ما تفكريش ان انا ممكن اقعد في البيت ده لحظة واحدة تانية بس، انسي يا امي. وهنا بالفعل احمد وفاطمة خرجوا من البيت، ورقية فضلت عايشة لوحدها، واصحابها ما نفعوهاش بحاجة، والوحدة كانت هتاكلها، وفضلت تحاول كتير ان هي ترجع احمد وفاطمة على البيت، بس بسبب اللي هي عملته ما كانوش قادرين يسامحوها ابدا، ولا كانوا قادرين يأمنوا لها تاني، وكان عقابها ان هي تعيش لوحدها وتموت وحيدة. وهنا انتهت الحكاية. ولو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا رأيكم في التعليقات اللي تحت الفيديو. حابة بس أنوه على حاجة قبل ما نختم الحكاية. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ركزوا في النقطة دي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. يعني اللي هيفرق ما بيني وبينك هو ميزان أعمالنا يوم القيامة فقط. مفيش حاجة هتفرق ما بيني وبينك وبين إنسان وإنسان إلا أعمالنا وميزان حسناتنا يوم القيامة فقط، وتقوانا ومعاملتنا لله عز وجل. هي دي الفرق الوحيد اللي نفرق ما بينه وبين الناس. أنا ممكن أقول بصي دي بتقرأ قرآن ودي ما بتقرأش قرآن، أنا أحب أعمل زي دي وما أحبش أعمل زي دي، تمام؟ لكن إحنا نقوله دي فلاحة ودي شكلها وحش ودي لبسها وحش، لا، ده تنمر، والله عز وجل لا يحب هذه الأفعال السيئة. اوعوا تعملوا كده. ده كمان تفكيرها ووصلها ان هي تقتل، ده كبيرة من الكبائر. هنا خلصنا الكلام. دمتم في حفظ الله.